ادي بقى كوبايتين جد وساعتين شاي وناقص 8 ساعات على الامتحان، نكون فرتكنا فيهم ال 18 19000 ملزمه دول. بس كده كده انا حفظت الاجابه قوي. السؤال بتاعها كان ايه؟ انا خامس مره احفظ الاجابه وانسى السؤال. بقول لك ايه، انا كل ما احفظ الاسئله هنا احفظ الاجوبه انسى الاسئله بتاعتها، وحاولت اعمل العكس اتلخبطت. ما تذاكر انت الاسئله وانا اذاكر الاجوبه ونبقى احنا كده لمينا الماده وضمننا الامتياز. طب ليه الغلط؟ طب خلاص، بص. هي الماده جزئين، هتاخد انت جزء وانا جزء، يعني انت 2 وانا 2، وكده نبقى ضمننا الامتياز يا معلم. الواد حموكشه ده غبي وشكله هيسوحنا، وانا مش واثق فيه بنص جنيه حتى. الواحد كده شكله لازم يذاكر الماده دي بجد. الف ب امتياز تقسيم الماده. الجزء ده ملغي، لا انا مش هيجي اكيد كده، وده كمان ملغي برضه، وده سهل اكيد. الدكتور يعني مش بالغباوه دي اللي هو يجيب الحاجه دي في الامتحان، فاكيد مش هتيجي. ودي كمان مش هتيجي على بركه الله. الماده راحت. المتغير ايه بقى؟ المتغير هو الخاصيه او الصيغه محل القياس، لذلك خدوا جنبه نسوا الاخويه وتلاتة الشباب نسبيا، بنعلم الكلام رسميا، بنسقط الصحاب تسليا، بنعود. ايه ده؟ لا مش وقته، فوق كده، هنسقط. انا عارف انا مش مركز ليه. انا جعان. انا لما بجوع ما بعرفش اركز. انا اقوم اعمل سندوتشين وانا انتي. اديني بقى جبت كل السندوتشات لحد هنا اهو. لما نشوف انا وانتي النهارده، ما هو انا يا انتي النهارده، انا هفوق يعني هفوق يا طالع. عملت ايه؟ ايه يا اسطى؟ خلصت فصل واحد اهو. خلصت فصل؟ طب حلو جدا كده. هانت. انا عملت 1 2 3 4، عملت 6. ست ايه يا ابني؟ ده هو المنهج كله. لا ما انا جاي عملت 3 بطاطس وواحد جبنه وفي واحد حلاوه عشان احلي. سكت ليه ده؟ ما هو اكل واكلنا شاي، وبدل الواحد 5، وبقالي 5 ساعات قاعد ما ذاكرتش غير ورقه. اعمل ايه تاني؟ انا اقوم اذاكر من على التاب يمكن الحل يتغير. عشان كده انا هسقط ومش هينفع. الامتحان خلاص الصبح. ايه الفكرة؟ هل بيان الآثار السلبية للوجبات السريعة على أجسام الأطفال للدرجة الثانية؟ مش الأخير. احنا نقفل دلوقتي وننام ونصحى الفجر نذاكر جامد قوي بقى. الفجر جامد قوي بجد.